كشف الكرونيكور والخبير السياسي رياض جراد عن أهمية تحميل المسؤولية وكشف الحقيقة بشأن عملية الهروب من سجن المرنقية للعناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يساهم في تجنب وقوع ضربات أمنية جديدة نتيجة الاختراقات الأمنية. وأكد رياض جراد أنه اختار الصمت خلال فترة البحث عن المساجين الهاربين من السجن من أجل عدم التداخل مع الجهود الأمنية، وأشار إلى أنه الآن بعد القبض على هؤلاء المساجين يمكن التحدث بكل الحرية. وأضاف رياض جراد: العملية هي عملية تهريب تهدف إلى زرع الفوضى والشكوك في نفوس المواطنين وترويعهم، وهناك تقصير كبير من قبل حراس وإدارات سجن المرنقية، بالإضافة إلى وجود انقلاب داخلي بين حراس المساجين. وأضاف أن حركة النهضة قامت بتفخيخ الدولة من الداخل، وذلك من خلال تعيينات وانتدابات مشبوهة. وأشار إلى أن الرئيس قيس سعيد أبدى مخاوفه بشأن الاختراقات الأمنية الناجمة عن الانتدابات العشوائية، ودعا في ختام كلامه رياض جراد إلى ضرورة إجراء تحقيق جذري في جميع الوزارات التونسية للقضاء على الانتدابات العشوائية وضمان أمن البلاد والعباد.